إلي، لو نور هتهيني هكلمها. نور، استني، انكل ابراهيم عايز يقول لك حاجه مهمه جدا عن مروان. نور حبيبتي، ازيك يا حبيبتي؟ انا بس حبيت ابلغك اخر الاخبار. خير يا انكل؟ بصي بقى، المحاسب بتاع الشركه بتاعنا راح مع صاحب مروان واداله الشيك وراحوا القسم، وصاحب مروان اتنازل عن المحضر. يعني لو مروان كلمك ولا حاجه تبقي تقولي له، او حاولي تتصلي بيه وتبلغيه. هو برضه مش معاه تليفونك القديم؟ لا، ما هو خلاص رجعوا لحسام، بس يعني هتصرف. يعني ممكن اكلم دينا بقى هي توصل له ولا حاجه، ما تقلقش. عموما يا انكل والله انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني انا تعبتك واسفه على فلوسك اللي خسرتها بسببي. يا بنت انت يا هبله، فلوس ايه بين الاب وبنته؟ بقول لك ايه، يلا ترجعوا بالسلامه. خدي بالك من نفسك، وخدي بالك اكتر من المجنونه اللي هتيجي معاكي دي. ها؟ هي مجنونه فعلا، بس ما تقلقش احنا هنرجع بالطياره، فيعني هي مش هتسوق، فما فيش اي خطر. يا بنتي هي دي حاجه بتوقفها؟ ده مش بعيد ابدا الاقيها هي اللي سايقه الطياره وراجعه. ما تقلقش. ماشي يا انكل، يلا باي باي. طالي غباء بقى. ايه ده خلفه انت خلفه، طبقت اللبس كله. ايه القرف اللي انت جايباه معاكي ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايحه يا بنت انت اكبري بقى شويه بقى، مش ممكن كده. حررتيني يخرب بيتك.